الدراما التونسية ما كانتش سهلة، قليلة في العدد لكن قوية في التأثير. من أول الأعمال التي دخلت بيوتنا بالأبيض والأسود للمسلسلات التي ما خفتش تحكي على الوجع، على القهر وعلى الحقيقة كما هي. اليوم نحكي على أعمال صنعت هوية الدراما التونسية. أولا الدوار، البداية الحقيقية. الدوار ورانا حياة الريف التونسي، البساطة وقصص الناس العاديين. مسلسل خلى التونسي يشوف روحه في التلفزة وحط أول حجر في بناء دراما تشبهنا، دراما صادقة بلا تزييف. ثانيا شوف لي حل، الضحك اللي يخبي وجع رغم أنه كوميدي. شوف لي حل حكى على مشاكل العائلية التونسية، ضغوطات اليومية والاختلاف بين الأجيال. مسلسل دخل كل بيت وصنع شخصيات ما زالوا عايشين معنا لليوم مثل السبوعي وسليمان الأبيض، وبرهن أن الكوميديا فن عميق مش سطحي. ثالثا نجوم الليل، حين يتحول الحلم إلى فخ. نجوم الليل دخل العالم المخدرات، حب المال، النفوذ والفساد. ورانا كيفاش الشهرة تنجم تدمر وكيفاش الطموح وقت اللي يتجاوز حدوده يولي وحش يأكل أصحابه. دراما صادمة لكن واقع حد الوجع. رابعا صيد الريم، الوجع المسكوت عنه. صيد الريم حكى بجرأة على التحرش، الاستغلال وصعوبات بنات المعمل. مسلسل كسر الطابوهات وأعطى صوت لنساء عايشين في صمت، وجعل الوجع موضوع للنقاش مش للسكوت. خامسا جمرة سيدي محروس، التاريخ اللي ميموتش. جمرة سيدي محروس دار في عهد الوالي الصالح، فترة الاحتلال الفرنسي وبداية استقلال تونس. عمل جمع بين الروحاني والتاريخي وثبت الذاكرة الوطنية، فكرنا بجذورنا ونضال أجدادنا. سادسا حسابات وعقبات، الدراما اللي كسرت الصمت، ناقش بجرأة الفساد، الظلم، الصراع النفسي. مسلسل رفع سقف الجرأة وخلى الدراما التونسية تحكي بلا خوف. الدراما التونسية ما صنعتهاش الميزانيات، صنعتها الجرأة، وصنعها الممثلين صدقوا أدوارهم، وحكايات تشبهنا حد الوجع. مش برشا مسلسلات أما كل عمل خلى أثر وكتب سطر في ذاكرة تونسي. شنو هو أول مسلسل ما نسيتوش؟ اكتبونا في التعليقات وما تنساوش اللايك والاشتراك باش نجمو نكملوا في السلسلة هذه.